وبعد أن عاشت الأمة 14 قرنا في ظلام دامس، وفي عصور الظلمات التي حكمت فيها نصف الكرة الأرضية، وانتشر فيها الإسلام انتشارا فظيعا، وصلت أنوار الحضارة الإسلامية إلى أوروبا. وفجأة في عام 2023 ظهر ما لم يكن في الحسبان ولم يخطر لأحد على بال، فقد ظهر رجل إمام وتفاحة آخر الزمان ليقوم بالعمل الأعظم والمهمة المستحيلة، وهو إخراج هذه الأمة التائهة من المحيط إلى الخليج، من النور إلى الظلمات. هذا شيء غريب، والله شيء غريب. ستبقى هذه القناة إن شاء الله حتى تفضح جميع المصائب في مجتمعاتنا. عشنا 14 قرن في الظلام، حان الوقت كي نعيش في الصفاء. الدكتور الفايد هذا الرجل الملهم والعبقري الفذ، لكن يبقى السؤال المهم: ما هي إنجازات هذا الرجل العظيم التي ستؤهله لشرف قيادة الأمة وتجديد دينها؟ تسمى الحلبة لأنها تدر الحليب. في المغرب نسميها الجوزة، وهذه الجوزة اسم جوزة ليس دارجة وعربية، لأن الجوزة الطيب جوزة الطيب، فالمغاربة نطقوا الجيم سموها الجوزة. هذه صراحة هذا الإنجاز يستحق عليه 10 جوائز نوبل وأعظم تكريم في مجال درب التبانة كلها. لكن خلينا نشوفوا دابا الأفكار ديال هذا العبقري اللي ما وصل لها حتى واحد، حتى خرجها هو من قاع الخابية. فإن كنتم مرضى أو على سفر، فإن كانت المرضى عند الدورة الشهرية وتكون حالتها الطبية، الطبيب هو الذي يحدد. إذا كانت يعني هنا كاين نساء اللي كتجي من الدورة الشهرية يعني صعيبة شوية، فهنا تدخل مع المريض. أما أنها حائض وجيفة، يعني هنا القرآن ما فيش أي، ما فيش الحائض، ما فيش، باش نبقاو نقلبوا عليها. واو رحمك الله. أستغفر الله العظيم. ماذا تقول؟ لم يسبقك أحد من علماء الأمة الإسلامية في هذا الكوكب كله إلى ما قلته يا رجل. الشيوخ اللي عندهم الصابة في وجههم، هذا العام الصابة ما كايناش في المغرب كثيرة، ولكن الصابة عندهم تبارك الله. واحد السيد عنده الصابة يقول فايد يقول الحائض لا تصوم، فايد لم يقل الحائض تصوم أو لا تصوم. نعم، إنها المخدرات. ولكن منين تعلمت هذه الأخلاق النابية؟ ملعونين أنتم شلة الأغبياء، الله يضلكم لماذا؟ أنتم في لعنة الله، اللعنة كله مظهر نفاق بيتصور خلف مكتبه. أنتم أغبياء متطفلين على الدين. ما عليناش يا سيدي، خلينا عادي ندوزو عليك. لقنا الفرج وآتنا من علمك يا عالمنا الجليل. ما عرفناش حتى حجاب المرأة ما هو، باقي ما عرفناش حجاب المرأة شنو، واش تغطي كتافها، واش تغطي راسها كله، واش ما عرفناش. دابا غلفوا المرأة، غلفوها بثياب اسود، وقال لك هذا هو الخمار. الله ما قالش هذاك هو الخمار، غير انت اللي قلتيها. اكشوان اكنوان اخوتي قالوا لي مرض واعر، قلت الناس بزاف هاد الايامات هذا المرض قالوا لي مرض واعر. يا ربي يا ربي لا تسلط علينا هذا المرض في المغرب، راه عندنا الناس كيصليو الجمعة ديما. رجل صراحة عقلو انضرب وجاو غازا السما من كثرة ما جوع راسو، ولا كيبانوا ليه الاشباح وكيجيو له الوسط. يا رجل حتى النصارى ولاو كيقولوا النساء ديالهم يلبسوا الحجاب بحال المسلمات. انا بقول لبناتنا المسيحيات، بقول لكم يا ريتكم تتعلموا من المحجبات الحشمه بتاعتهم. لكن بقول لهم طب شوفوا العذراء مريم لبسها ايه؟ ما لبسها زي المحجبات بالظبط. أنا هذه الغباوة وهذه البلادة، أنا هذه الغباوة وهذه البلادة هذه، أنا نريد نوعي الناس باش ما يبقاوش مخدرين. 14 قرن والناس مخدرين، ولن أتراجع إن شاء الله حتى يظهر الحق. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.